نو تكلمت على الإنسان الجزائري. هذا الكينونة هذه الجزائرية، الالجيريانيتي دو الالجيريان، ما كانش واحد جزائري في 3 قرون اللي حكم الجزائر. ميتزو مورتو، حسن فينيزيانو، حسن اغا، قرصو، كل هذو أستاذ خليفة، هل بسبب أنه الجزائريين كانوا خلاص ديميسيونير يعني من هذا البلد؟ السلطة كانت خاصة بالأتراك. أقترح أن يرجع المشاهدون إلى هذا الكتاب لأنه مهم جدا ويدرسوه. يقول لك علاش الجزائري كيفاش كانوا ينظروا. الجزائريين كانوا طبقات أتراك في ذاك الوقت. يعني كي نقول لك الجزائريين من كان يعيش في الجزائر، الأتراك، بعدهم الكراغلة، بعدهم الحضر، بعدهم البرانية، بعدهم الدخلاء اللي هم السلك الدبلوماسي والمعتمد والأسرى الإسباني إلى آخره والمسيحيون. هذوما طبقات. هذو سكان المدن. سكان الأرياف أيضا طبقات، قبائل المخزن، قبائل الرعية، قبائل الأحلاف، وهناك ما يسمى بقبائل السيبة والخلا اللي ما كان حتى سلطة تحميهم، يسون ليسي ا اومام، صديق متروكين لأنفسهم. مع العلم أن التركية هي كانت اللغة الرسمية للدولة في ذاك الوقت. كل الوثائق الرسمية تاع الدولة والتعاملات الخارجية بالتركية. الشيء اللي كان يهمهم هو الفلوس. التركية اسمح لي، الجزائري أي جزائري وما زال أي جزائري تقول له التمرين يقول لك أنا يقول بالك من الصحراء الغربية، من الواد يعني يريد أن يبحث عن النسب الشريف. ولكن معليش احنا راح نبداو بسؤال قصير جدا يحتمل إجابة قصيرة كذلك، وبعد ذلك نعود إلى سؤالنا الأصلي: هل كان العثمانيون سبب تخلفنا؟ وجود العثماني في الجزائر صحيح في البداية كان حماية من لا ريكونكيستا كما قال الأستاذ، ولكنه بعد ذلك تحول إلى احتلال وحجرة. احتلال، نعم، احتلال غاشم وحجرة. وهذا ما تقوله المصادر الجزائرية وراي عندي قبل الأوروبية. يعني الجزائري مصادر المختصين في التاريخ الجزائريين يقولوا هذا الكلام بالأرقام والشهادات وكذا. هذه لازم تعرف في الجزائر كاين نوعين من القبائل او 3 انواع. كاين قبائل مخزن اللي هي تابعه للدوله وفي خدمه الدوله، وكاين قبائل الرعيه. ولازم تعرف باللي كاين مناطق داخل البلد اللي يكونوا يعني شغل ثايره على الدوله وما تدفعش ضرائب. انت ما كانش واحد جزائري في 3 قرون اللي حكم الجزائر. ميتزو مورتو، حسن فينيزيانو، حسن اغا، قرصو، كل هذو أستاذ خليفة، هل بسبب أنه الجزائريين كانوا خلاص ديميسيونير يعني من هذا البلد؟ السلطة كانت خاصة بالأتراك. تجميل للتاريخ. يعني أنا الشيء اللي نقوله الإخوة بربروسا هم اللي أسسوا الدولة الحديثة الجزائرية وليس الأمير عبد القادر. هم اللي وضعوا هم اللي أسسوا الجزائر في 1518. هم اللي وضعوا لها هذه المدينة، هذه الجزائر كعاصمة. هم اللي وضعوا البيليكات، النظام الإداري. يعني قبل العاصمة ما كانتش موجودة. 3 قرون قبل ذلك كانت الجزائر مقسمة. فكرة ولا مازال؟ أنا أقول يعني هذه فكرة الجزائري. هذو دخلوا في خدمة الدولة الجزائرية ودافعوا عليها ودفعوا ثمن غالي. أخير عروج يقطعوا له راسه في تلمسان إلى ما لا بالكمش بتحل. أبو راس الناصري وغيرهم. كيف لا اسمحي لي، لازم أنا أقترح أن يرجع المشاهدون إلى هذا الكتاب لأنه مهم جدا ويدرسوه. يقول لك علاش الجزائري كيفاش كانوا ينظروا. الجزائريين كانوا طبقات أتراك في ذاك الوقت. يعني كي نقول لك الجزائري من كان يعيش في الجزائر، الأتراك، بعدهم الكراغلة، بعدهم الحضر، بعدهم البرانية، بعدهم الدخلاء اللي هم السلك الدبلوماسي والمعتمد والأسرى الإسباني إلى آخره والمسيحيون. هذوما طبقات. هذو سكان المدن. سكان الأرياف أيضا طبقات، قبائل المخزن، قبائل الرعية، قبائل الأحلاف، وهناك ما يسمى بقبائل السيبة والخلا اللي ما كان حتى سلطة تحميهم، يسون ليسي ا اومام، صديق متروكين لأنفسهم. بلاد السيبة ما عندها شغل، ما عندك حتى أمن فيها، ما عندك حتى ضمان على حياتك فيها. اسكو منها جاية كلمة سايبة؟ احنا لأنها سايبة، بلاد السيبة، بلاد الخلا. دونك إذن الجزائريون كانوا ينظرون إلى العثمانيين. من كان يرحب ويحبذ البقاء التركي هي القبائل المخزنية اللي كانت مستفيدة لأنها كانت معفاة من دفع الضرائب، وفي المقابل تمارس الجوسسة والرقابة على القبائل الأخرى وسلطة في استجلاب الضرائب. خايفين الجزائر والمال.
اذا تكلمنا على السلطان نلقاو الاتراك طبعا هم اللي هم في قمه الهرم، ثم ابنائهم المولدين من الجزائريين بالتزاوج مع الجزائريين اللي هم الكراغله، ثم هذو اللي سميتهم انت البرانيين ما همش الاجانب، هذو اللي لا البرانيين هم اللي جايين مثلا من بسكره، اللي جايين من الدخلاء نقل برانيه اللي دخلوا للمدن، هذو اللي جايين من الاغواط اللي كانوا في خدمه مدينه الجزائر، يكونوا خدمات، هذو كانوا يسموهم البراني، ماشي اللي قصتهم انت. قلت باللي احنا في المجتمع تاعنا لحد الان كي يقولوا واحد شريف ولا يجي راح يزوج من عند واحد يقولوا جيناكم بالحسب والنسب وكذا، معروف باللي الشرفه هذو عندهم قيمه في المجتمع الجزائري لانهم الناس يشوفوا فيهم من سلاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يتم واحد لم يتم شراء هذه الالقاب لانه يحدث ان يصير تزوير لهذه الالقاب. اسمح لي، الجزائري اي جزائري وما زال اي جزائري تقول له الثامنين يقول لك انا يقول بالك من الصحراء الغربيه من الواد يعني يريد ان يبحث عن النسب الشريف، ولكن معليش احنا الاخر اسطنبول ما تشوفش هذا الطراز هذا اللي هو موجود في القصبه، معناها هذا طراز مغاربي كما يصاب في قرطبه في تونس في كذا محلي الا قصر البيت تاع قسنطينه اللي هو بناوه الاخر بندقيين دي فينيسيان، لان كل ما تشوفيه هنا في الجزائر كسيراميك معناها الفسيفساء هو من دلفت، تونس، الاخر فلورنس، معناها ماهوش صنع الجزائري. نو تكلمت على الانسان الجزائري. هذا الكينونه هذه الجزائريه l'algérianité de l'Algérien est-ce qu'elle existait؟ هل كانت موجوده؟ est-ce qu'il y avait cette prise de conscience؟ Elle existait parce que en 1783 quand il y a eu Aurélie qui est venu, qui était un Irlandais qui الاخر اللي قاد الجيش الاسباني، جاوا من بسكره، جاوا من معسكر، جاوا من القبائل. Très bien. معناها il y avait ce sentiment national. Il y avait ce sentiment national contre le. العثمانيين c'était l'homme malade. هذه في اخر المرحله بطبيعه، لكن تمسكنا بهم على الاقل 3 قرون ونص، يعني لولا الدخول الفرنسي كنا رايحين نزيدوا نبقاو مع بعض. لأن المجتمع الجزائري يدرك خطوره العدو يعني الخارجي. كيفاش هذا المجتمع ما شعرش بانه كاينه مالاز ولا كاين كلكو شوز كي فا با، كاين شيء راه با نورمال. المجتمع الجزائري باسكو 3 قرون بانت لي بزاف. المجتمع على ان تركيا هي كانت اللغه الرسميه للدوله في ذاك الوقت، كل الوثائق الرسميه تاع الدوله والتعاملات الخارجيه بالتركيه. الشيء اللي كان يهمهم هو الفلوس. تجميل للتاريخ. يعني انا الشيء اللي نقوله الاخوه بربروسا هم اللي اسسوا الدوله الحديثه الجزائريه وليس الامير عبد القادر، هم اللي وضعوا هم اللي اسسوا الجزائر في 1518، هم اللي وضعوا لها هذه المدينه هذه الجزائر كعاصمه، هم اللي وضعوا البيليكات النظام الاداري، يعني قبل عليها العاصمه ما كانتش موجوده الجزائر. قبل ذلك كان الجزائر مقسمه. الفكره ولا مازال؟ انا اقول يعني هذه فكره الجزائري هذو دخلوا في خدمه الدوله الجزائريه ودافعوا عليها ودفعوا ثمن غالي. اخير عروج يقطعوا له راسه في تلمسان الا ما على بالكمش بتحالف سكان الجزائر خاصه في القرى والمضاشر. ولازم ندرك جيدا بان المرحله اللي كان يعيشها سكان الجزائر في هذه المرحله او الشعب الجزائري خلال هذه المرحله هو خاصه عن النشاط الزراعي. لازم نتكلموا لان نسبه كبيره اكثر من 90% هم سكان ارياف، وبالتالي نشاطهم يتمثل على الزراعه والحرف وغير ذلك، وهذا وبعض الحرف الصناعيه من اجل ماذا؟ من اجل لقمه العيش وغير ذلك. وبالتالي فكان ركود، لازم نتكلموا هنا كان ركود فكري. الركود الفكري يا مدام الجزائري كان مشغولا بدفع الضرائب. الجزائري ما كانش التي يقرا ولا يفتح دماغه على العالم. الجزائري ذاك الوقت كان محقور، كان مشغولا بانه يجمع الضرائب، لانه اذا الحق وقت جلب الضرائب ويجي الجابي هذاك تاع الضريبه وما يلقاش المبلغ، يحرق له البستان نتاعو، حرقوا الاف النخيل في الصحراء على جال في ورقله وكذا على جال الناس ما دفعتش الضرائب. يخافوا من الخراب، يخافوا من القمع تاع السلطه، فكان مشغول بالضريبه، يكدح عام كامل باش يجمع مبلغ الضريبه، والا يقتلوه
عائلته ويفسدوا له كل الممتلكات تاعو، تسلبوا أرضه. لكن هل